صباح الخير. اعملي غدا النهارده للولاد غير تقليدي، حتى لو هتعملي كميه كبيره معاكي برضه. هاتي طبق وهتحطي فيه كوبايه من الزبادي ونص كوبايه من الشطه الحاره، وده اختياري. ربع كوبايه من الزيت وربع كوبايه من دبس الرمان وربع كوبايه من عصير الليمون. صلي على النبي ويلا بقى ايه، ملينا الكومنتات كده، صلي على النبي. بص بقى يا ستي، نص معلقه فلفل اسود، نص معلقه بهارات فراخ، نص معلقه من الثوم البودر والبصل البودر والكركم، ومعلقه كبيره من بهارات الشاورما، ومعلقه صغيره ممسوحه من الملح. وقلبي الخليط ده كله مع بعضه. ومحدش يقول المعلقه عندكم في مصر فيها بركه كده ومليانه، انا بضاعف الكميات وبقول لك المقادير لكل كيلو واحد بس. معلقه كبيره من الصلصه الخام، وكمان ربع كوبايه من الخل. وقلبي المكونات دي كلها على بعضها تقليب كده حلو قوي. وهتجيبي بقى كيلو من صدور الفراخ، تقطعيها شرايح بالشكل ده، او تخلي جزار الفراخ يقطعها لك شرايح شاورما. وهتحطها في التتبيله اللي انت جهزتيها، وقلبي بقى شرايح الفراخ مع التتبيله حلو جدا. وسيبها تنقع شويه في التتبيله على ما نعمل التوميه، ما هو مفيش شاورما من غير توميه. برضو هقولك مالكيش دعوه بالكميه اللي انا عملتها في الشاورما، احنا عاملين هنا كيلو نشا. بس انا هقولك تعملي كميه يعني على قدك يعني. هتجيبي كوبايه من النشا وتحطي عليها كوبايه الا ربع من الميه، او كوبايه ميه، كوبايه نشا كوبايه ميه، وتقلبيهم على البارد. وتحطيهم على النار لحد لما يتقلوا معاكي ويكونوا بالشكل ده. يعني من الاخر النشا يستوي يعني. هنا انا شغاله في كميه كبيره، فالمضرب فاستك معانا شويه. المهم هنا خلاص النشا استوى، طفي عليه وسيبيه يبرد. بعد كده هتجيبي في الكبه ربع كوبايه من الزيت وربع كوبايه من الخل. تمام. وهتحطي عليهم 3 فصوص بس من الثوم. وهتحطي عليهم كوبايه من الحليب. خلاص كملي بعد كده ميه يعني. بس خلينا نقتصد كوبايه واحده بس من الحليب. وهتحطي ربع كوبايه من المايونيز، ولو مش عايزه تحطي مايونيز مش مهم، بس بيفرق في الطعم. رشه ملح بسيطه جدا. وهتضربي المكونات دي كلها في الكب. نعميهم يعني. وبعد كده هتضيفيهم على خليط النشا بعد ما برد. وترجعي تضربيهم في الكبة تاني علشان خاطر ينعم معاكي، وتكون التومية زي ما بنشوفها طبعا فين في المحلات. او تضربوهم في الخلاط وتنزلي بالزيت سرسوب. وخفي بقى بالمية لحد لما تاخدي القوام اللي انت عايزاه. كده خلصنا من التومية والشاورما، كمان اتبلت. هاتي بقى جريلا او صينية، سيبها تسخن حلو قوي، حطي فيها شوية زيت. وهتجيب بقى كمية بسيطة من الفراخ اللي عندك. وتفرديها في الصينية بالشكل ده على نار عالية، ما تقلبيش على طول. استني لما تبدأ تلسع، مش تلسع ما تتحرقش يعني اللي هي ايه، تتحمر كده شوية. ابدأي قلبيها. معانا هنا بقى شوية خضار، يعني على كيلو الفراخ انت هتحط ايه؟ بصلتين كبار قطعيهم صغير، حبايتين طماطم، حزمة من البقدونس. فلفل الوان لو عندك، ما عندكيش حط فلفل اخضر، وصلي على النبي. بص يا ستي، بعد كده باخد الشاورما على جنب شويه، وبدبل البصل. احط اول حاجه بحطها البصل، وهندبل البصل شويه مع الشاورما. الميه اللي هتنزلها البصل والخضار والطماطم شويه كده هتلم الحروقه اللي في الصينيه دي. ودي تقليب بقى كده الخضار مع الشاورما، وشم الريحه بقى. شويه شاورما، ما تقوليش بقى اي محل شاورما احنا هنتفوق عليه النهارده. هعمل كل كميه الفراخ، طبعا ما شاء الله احنا معانا كميه كبيره، كل كميه الشاورما هنعملها بنفس الطريقه. وعلشان خاطر ناخد ريحه التدخين، ودي دايما بقول لكم اختياري. جبنا شويه بهاريز من الصينيه وحته فحمه وغطينا. هنا بقى تعالوا نطبق الساندوتش. عيش الشاورما بنجيبه احنا جاهز. الساندوتش بنعمل فيه ايه بقى؟ ركزي معايا، ايوه، علشان خاطر الشاورما بتاعتك تطلع زي بتاعه المحلات بالظبط. هتتني ربع الرغيف بالشكل ده، وتاخدي معلقه كبيره من التوميه اللي انت جهزتيها. وتاخدي شاورما على قد ما تحبي. وبعد الشاورما احنا محمرين شويه بطاطس، هنحطهم فوق الفراخ، ورشه من البقدونس. وشويه خيار مخلل بقى شرايح، وقفلي على السندوتش بالطريقه دي. خلاص جاهزين بقى ان احنا نسوي السندوتشات بتاعتنا. على الجريل هنبدا ندهنه دهنه بسيطه خالص من الزيت، ورص السندوتشات بتاعتك. وابدأي حمصي بقى السندوتش من كل الجوانب وحمريه. علشان خاطر ايه، ناخد بقى سندوتشات خطيرة زي ما بنحب. بالتالي يعني الطريقة سهلة، والمكونات يعني تقدري تعمليها في البيت بكل سهولة، وما تشتريش للولاد شاورما من بره. كل اللي هتعمليه انك تشتري العيش بس. لكن باقي مكونات السندوتش كلها انت اللي عاملاها، وانت اللي حطاها بايديكي ومقفلاها، وبألف هنا وشفا. يعني ما تسهيش بقى على السندوتشات، هتسيبها تتحمر من كل جانب بالشكل ده كده. وعايزه اقول لكم اللهم بارك، الاكل النهارده كان رايح للاطفال، وعايزه اقول لكم الاطفال دايما بيحبوا السندوتشات. فقلنا نعمل لهم الحاجه اللي هم بيحبوها يعني. ده بقى شكل السندوتشات، هنخلص كل الكميه اللهم بارك بنفس الطريقه. يا رب الفيديو بتاعنا النهارده يكون عجبكم واستفدتوا منه. جربوا الشاورما بنفس الطريقه، بالف هنا وشفا. قولوا لنا عايزين نعمل معاكم ايه تاني.